دي مين؟ اسمه ده بتاع ابو عجرس. بيقول لي شارع النحاسي. قلت له يا ابني ايه؟ تعالى ده الشارع ده اتسمى ليه؟ ابو عجرس قال لي انا هقول لامي حاجه وقدر الصحاب لماذا سمي شارع النحاسين؟ اتسمى شارع النحاسين بالاسم ده لان زماننا هي كانت فيها عادات وتقاليد معينه. زي ايه؟ كان الستات زمان ما يعرفوش حاجه اسمها الالومنيوم، كانت بيجيب في جهازها اي ست تجيب في جهازها النحاس. تمام. كان النحاس ده لما بيتلف او يحصل له صدأ بيروح الست واخده حاجاتها اللي بايظه منها وراح بيها شارع النحاسين اللي هو شارع شنن. شارع الشنن. تمام. ماشي الحال يا عم الحاج. طيب ايه بقى كان دور النحاسين في الحته دي؟ كان النحاسين فارشين تقريبا في تلتين الشارع، كل واحد عامل له خيمه وحاطط له كام حاجه كده، وبص تلاقي الراجل واقف زي ما انت بتشوف في الافلام دلوقتي، واقف في قلب الحله، واقف في قلب الطشت وعمال بيلف في جسمه. والله بتكلم جد. بيحك الحله بحاجه معينه، تبص تلاقي عاملها تلميع. عشان كده سمي هذا الشارع بهذا الاسم نسبة إلى الجماعة النحاسين في قلب هذا الشارع اللي هم بيبقوا النحاس. ده أنا عيني شافته. كمان الشارع ده بيتميز بحاجة ما كانتش موجودة في نهاية خالص إلا هو في الشارع ده بس. إيه هي بقى؟ الشارع الوحيد اللي هو الشارع الوحيد في نهاية اللي كان بيجيب مقرئ قرآن في مولد النبي هو الشارع ده. اللي كان بيجيب مقرئ قرآن كان بيجيب واحد اسمه الشيخ اللهم صل على سيدنا محمد، كان هفتكر لك اسمه دلوقتي. الناهيه كان بيجيب في مولد النبي ناس تغني زي محمد رمضان في الجمعيه، الشيخ رمضان، الشيخ شرف. الا الشارع ده كانوا بيلموا بيعملوا حاجه اسمها جمعيه، كل واحد يجي عليه مبلغ يدفعه يجيبوا مقرئ قران يقرا في مولد النبي. وما احلى القرفه قبل ما لو سمعتي. وما احلى القرفه. ده كويس ان انا عرفتك والله. ده كويس ان ده اول مره اشوفك والله. وما احلى القرفه في مولد النبي في هذا الشارع.